معركة السطارة الميلية، معركة 36 ساعة دون انقطاع. قصة اليوم تسلط الضوء على واحدة من أعظم المعارك في تاريخ الثورة الجزائرية، كما يرويها المؤرخ عز الدين معزة في مقاله المنشور في الحوار المتمدن العدد 7229، والمؤرخ بتاريخ 25 أفريل سنة 2022. تعتبر هذه المعركة الأكثر عنفًا والأكبر في مسار الكفاح ضد الاستعمار الفرنسي، حيث شهدت مواجهات حاسمة ومصيرية أثرت على مجريات الثورة وعمقت عزم الشعب الجزائري على التحرر. قراءة الماضي ليست هروبًا من الحاضر، بل هي وسيلة لفهمه وإدراكه بعمق، مما يمنحنا قوة لمواجهة تحديات الحاضر واستشراف المستقبل بثقة. التاريخ هو سلاح فعال يمكننا من التصدي للواقع بشجاعة، ويفتح آفاقا جديدة أمام الأجيال القادمة. فمن لا يدرك أهمية التاريخ ولا يضعه في مكانته اللائقة بين العلوم النافعة يفقد فرصة الاستفادة منه كجسر يربطنا بمقومات أمتنا من دين ولغة وأخلاق، ويجعلنا نتصل برموزنا وقادتنا الذين حققوا الحرية والاستقلال وصنعوا المجد. لذا ينبغي أن نقرأ تاريخنا ونسجله بإنصاف وموضوعية، بعيدا عن التحزبات الضيقة والأفكار الانتقامية والإيديولوجيات الهدامة والانتقائية المقيتة، حفاظا على إرثنا وهويتنا من الانجراف أمام العواصف التي قد تهدد كيان أمتنا. جيجل جيجل تستحضر أمجادها الخالدة لترسخ مكانتها التاريخية كرمز للتضحية والوطنية. تجسد ذاكرتها روح النضال، حيث قدم أهلها رجالا ونساء وشيوخا وأطفالا أمثلة يقتدى بها في التلاحم والتفاني أثناء الثورة التحريرية. بعزمهم وشجاعتهم نجحوا في مواجهة الاستعمار الفرنسي، محققين انتصارات سياسية وعسكرية عززت القضية الوطنية داخليا وخارجيا. تظل تضحيات شهداء جيجل في تلك المعارك ومعارك جيش التحرير الوطني شعلة تضيء درب الحرية واستعادة السيادة الوطنية، ومصدر إلهام للأجيال القادمة. عرفت ولاية جيجل التابعة للولاية التاريخية الثانية الشمال القسنطيني حدثان هامان في سنة 1958. يكمن الحدث الأول في تحرير منطقة تاكسانا، يتمثل في تحرير أول منطقة على المستوى الوطني وهي منطقة تكسانا وما جاورها من المناطق الجبلية المحيطة بها طيلة 8 أشهر كاملة، حيث رفع المجاهدون الراية الوطنية وحرم على الجنود الفرنسيين دخولها، وذلك من شهر أفريل 1958 إلى غاية نهاية شهر نوفمبر من نفس السنة، أي بعد سقوط الجمهورية الفرنسية الرابعة ومجيء الجمهورية الفرنسية الخامسة برئاسة الجنرال شارل دوغول، الذي جاء باستراتيجية جديدة للقضاء على الثورة التحريرية، مرتكبا في ذلك جرائم ضد الإنسانية، كما ارتكب في مجازر 8 ماي 1945 ليضيف إلى رصيده الإجرامي تلك الجرائم التي لا تزول بالتقادم. أما فيما يخص الحدث الثاني فهي معركة بني صبيح السطارة في 26 أفريل سنة 1958. في ربيع عام 1958، خلال فترة الجمهورية الرابعة الفرنسية، نفذت هيئة الأركان العامة الفرنسية عملية تفتيش عسكرية كبيرة في الشمال القسنطيني، وبالتحديد في منطقة جبال الميلية التي كانت تشكل مركزا هاما للمجاهدين. بدأت العملية في 26 أفريل وانتهت في 5 ماي من نفس العام، حيث كانت تهدف إلى القضاء على المقاومة وتضييق الخناق على المجاهدين في تلك المنطقة الجد استراتيجية. تكبد الجيش الفرنسي خلال معركة بني صبيح السطارة
أكبر هزيمة له في مسار الثورة التحريرية، مما ألحق به ذلا كبيرا. كان لهذا الانتصار انعكاسات خطيرة على الجمهورية الفرنسية الرابعة، حيث ساهمت الهزيمة في زيادة تمرد المستوطنين والجيش الفرنسي ضد سياسة الحكومة تجاه الثورة. كما تضاف إلى هذه الهزيمة خسائر أخرى تكبدها الجيش الفرنسي في جبال تكسانا الوعرة، التي كانت تتمتع بطبيعة قاسية وصمود سكانها ضد الاستعمار الفرنسي وجنوده. بدأت معركة بني صبيح السطارة في فجر يوم 26 أفريل، ودامت بدقة 36 ساعة دون انقطاع، حيث كانت واحدة من أعظم معارك الثورة الجزائرية بين القوات الفرنسية ووحدة كبيرة من جيش التحرير الوطني. دارت المعركة في جبال شديدة الانحدار في منطقة الميلية، التي شكلت ساحة قتال قاسية وعنيفة أثبت فيها المجاهدون صمودا وعزيمة غير عادية. اتجهت القوات العسكرية الفرنسية إلى جبال بلدية السطارة كاتينا في وقت الاستعمار. تتميز هذه المنطقة بقيم جبلية عالية تتراوح من 700 إلى 800 متر، شديدة الانحدار مثل جبال تكسانا، وهي منطقة معروفة بتمركز المجاهدين فيها من الولاية الثانية. وقعت المعركة على وجه التحديد في جبل دار الحدادة على ارتفاع 805 متر، حيث كانت بني صبيح الدوار مكانا تمركز مجاهدي جيش التحرير الوطني الذين جعلوه مقرا للمنطقة الثانية، وحفروا الخنادق والملاجئ مخابئ تحت الأرض يمكن أن تكون بمثابة مأوى لهم في حالة مداهمات القوات الجوية الفرنسية. هذه المنطقة الواقعة في الجزء الجنوبي من جبال القل يصعب وصول جنود العدو إليها. في هذه المنطقة كان الجيش الفرنسي قد أقام نقاط تفتيشية في قلب ما كان يسمى آنذاك بالمناطق التي تم تحريرها من قبل جيش التحرير الوطني، حيث شرع في بناء مدارج لهبوط وإقلاع طائرات الاستطلاع والمروحيات لتوريد الذخيرة ونقل القوات. نظرا لحجم الوسائل العسكرية التي بيد جيش العدو، تجاوزت قوات العدو 3000 عسكري، بينما واجههم على الجانب الجزائري 500 مجاهد فقط. ولكن لم تكن تلك المعركة بالبساطة التي كان يتصورها العدو، حيث واجه مقاومة شديدة من قوات جيش التحرير الوطني، مما تسبب لهم في خسائر فادحة مادية وبشرية وسياسية. في بداية هذه المعركة أثار انتباه العدو إلى الحركة المتواصلة لسكان المشاتي المجاورة باتجاه غابة بني صبيح، حيث تم إنشاء سوق أسبوعي يتردد عليه أعضاء جيش التحرير الوطني. قررت قوات العدو القضاء على مركز المجاهدين هناك، ولتنفيذ هذا الهجوم أرسلت قيادة العدو وحدات كبيرة من المدفعية والمشاة من الميلية وجيجل وقسنطينة وميلا والقل وسكيكدا، مدعومة بالدبابات المدرعة والطيران المكون من طائرات استطلاع وطائرات عمودية وقاذفات مقاتلة. لم يقتصر هذا النوع من العمليات على القضاء على المجاهدين فحسب، بل احتلال مساحتهم الحيوية وخنق أي إمكانية للبقاء على قيد الحياة، ونقل السكان المدنيين الذين يعيشون في الدوار نحو المحتشدات بالقرب من ثكنات العدو، وذلك بهدف فصل المدنيين عن جيش التحرير الوطني لقطع كل دعم لهم، لأنهم يعتبروا دعما مؤكدا. يوم 26 أبريل سنة 1958 عند الساعة 5 صباحا بالضبط، بدأت عدة طوابير من الجنود الفرنسيين تنتشر في القرى والدواوير الأخرى الواقعة أسفل المنحدرات الشمالية والجنوبية لجبال كاتينا.
من أجل إقامة حصار وتطويق مجاهدي جيش التحرير الوطني في المنطقة. لكن هذا الإجراء لم يمنع القوات الجوية المعادية من التحرك بقصف الأكواخ التي كانت تستخدم كمأوى لمجاهدي جيش التحرير الوطني، الذين سبق لهم أن دفعوا سكان هذه البلدة إلى الفرار إلى ملاجئ أكثر أمنا. انتشرت طائرات عمودية لنقل القوات في جميع أنحاء المنطقة، وهبطت عدة وحدات من الجنود. في الساعة 9 صباحا بلغت المعركة التي استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة ذروتها، وعلى الرغم من عدم تكافؤ القوات تمكن المجاهدون من صد الهجوم وتسبيب خسائر كبيرة في صفوف الجنود الفرنسيين، مما أجبرهم على التراجع لإجلاء القتلى والجرحى، وعلى الأقل إعادة التنظيم لاستئناف الهجوم. في حوالي الساعة 3 مساء وصلت تعزيزات من 50 شاحنة محملة بالمظليين، وفي مقدمتهم مركبات مدرعة ومجهزة بأسلحة ثقيلة. وبحلول الليل بدأت طائرات الهليكوبتر في إلقاء الضوء على منطقة القتال. وفي منتصف الليل كذلك انطلقت وحدات معادية أخرى من المظليين التابعين لREP الثاني، فوج المظليين المرتزقة من اللفيف الأجنبي، ليلة 26 أفريل 1958 من القاعدة العسكرية بسكيكدا على متن مروحيات بانان، وتم إسقاط واحدة منها. قامت هذه الطائرات بإنزال المظليين وسط المجاهدين، حيث جرت معارك بينهما بالأسلحة البيضاء ليواجهوا مقاومة شرسة. ونظرا لأن قوات جيش التحرير الوطني كانت أكثر تشددا وتعاني من نيران كثيفة منهم، انسحبت القوات الفرنسية بعد 36 ساعة من القتال. خسر الجيش الفرنسي خلال الاشتباكات المئات من جنوده وضباطه، قد هددها المجاهدون ب1100 قتيل، مع إسقاط طائرتين مقاتلتين للعدو وتدمير 11 مركبة مصفحة. واستشهد 110 من المجاهدين، فيما قتل العدو 300 مدنيا بينهم نساء وشيوخ وأطفال. في نهاية المعركة قام العدو بنقل جثث جنوده وضباطه، بينما ترك 30 جثة للحركة الجزائريين الذين تعاونوا مع العدو ضد الثورة لتنهشهم الذئاب والنسور والكلاب. نجح الناجون من المجاهدين في شق طريقهم عبر الحصار الذي أقامه العدو والوصول إلى منطقة محمية لإبعاد أنفسهم عن مرمى نيران العدو. كان لحجم الخسائر الفرنسية موجة صدمة كبيرة داخل هيئة الأركان الفرنسية وعلى الجمهورية الفرنسية الرابعة. إن جبال تكسانا والميلية قابعة في مكانها تروي هذه المعركة التي خاضها الشرفاء من أبناء هذا الوطن. عدت معركة بني صبيح السطارة نموذجا يدرس في الكليات والمعاهد العسكرية بسبب أبعادها التاريخية والعسكرية المميزة. أظهرت المعركة البعد الروحي لعقيدة الجندي الجزائري الذي تجلى في إيمانه العميق بالله والقدر، إضافة إلى ارتباطه النفسي والحضاري بالأرض سياسيا واقتصاديا. كما برز بعد ذهني آخر ممثل في رفض الفشل وتمجيد الانتصار، مما جعل المعركة مصدر إلهام للأجيال. أثرت معركة بني صبيح السطارة وتحرير مناطق تاكسانا لمدة 8 أشهر تأثيرا جوهريا على مسار الثورة التحريرية، مما جعل ولاية جيجل نقطة مفصلية في تاريخ الكفاح المبارك. في معركة الثبات هذه التي جرت في مرحلة حاسمة، واجه 300 مجاهد من جيش التحرير الوطني قوات المستعمر الفرنسي البالغة 3000 جندي من المشاة والمدفعية والطيران. يعود النصر إلى قيادة جيش التحرير الحكيمة واستغلال الطبيعة الجبلية ذات التضاريس الوعرة. في المكان الذي شهد معركة بني صبيح السطارة تم إقامة مقبرة للشهداء الأبرار الذين سقطوا في ميدان الشرف، إلى جانب بعض أسلحة العدو المدمرة بأيدي المجاهدين، بما فيها محرك الطائرتين اللتين أسقطوهما.
وعلى الرغم من أهمية هذه المعركة فإنها للأسف غير مذكورة بشكل واف في الكتب التاريخية الرسمية، ولا تسلط عليها الضوء وسائل الإعلام، مما يجعل الكثير من الجزائريين جاهلين بها. أكد الشعب الجزائري للعالم أجمع أنه شعب يتسم بالوحدة والتضامن والمحبة، ويقدم التضحية بالنفس والنفيس في سبيل سيادته وكرامته. وهكذا تسابق الجزائريون بكل فئاتهم دون استثناء للانضمام إلى صفوف جيش التحرير الوطني وجبهة التحرير الوطني ليدافعوا عن العرض والشرف وليحققوا الاستقلال الوطني، متجسدين بروح جماعية فريدة. الجزائريون يبدعون في صنع التاريخ ببطولاتهم، إلا أن نقل هذه الإنجازات العظيمة إلى الأجيال القادمة وتعريف العالم بها يستلزم بذل مزيد من الجهود والاعتناء بتوثيقها بأسلوب يلهم ويثير الإعجاب ويعرف بها العالم أجمع. وبهذا أوجه تحية تقدير واعتزاز لأبناء المنية وأبناء تكسانا وكل الشمال القسنطيني، هؤلاء الرجال العظماء الذين ضحوا بأنفسهم وبكل غال ونفيس من أجل أن ننعم نحن بالسلام والحرية. لم يترددوا في الوقوف في وجه المستعمر وسطروا بدمائهم أروع ملاحم البطولة. تضحياتهم الجسيمة كانت حجر الزاوية لبناء وطن مستقل، وأفعالهم تظل مصدر إلهام لكل جزائري، فبفضلهم نعيش اليوم في وطن حر عزيز وموحد. المجد والخلود لشهداء المنية، المجد والخلود لشهداء تكسانا، المجد والخلود لشهداء الجزائر وكل من قدم حياته فداء للجزائر. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، وتحيا الجزائر.